وبسبب الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد كلها السفر بقى غالي جدا والفيزا مغلبانا. بس احلامنا تقف وشغفنا للسفر يقف لحد كده؟ اكيد لا. تعرف ان في بلاد تخشها بالباسبور المصري من غير فيزا، وكمان في بلاد لسه فاتحه ما تخطرش على بالك وكلهم احسن من بعض. اهلا بيكم، انا عمرو ورجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده عن احلى 20 دوله تخشهم بالباسبور المصري من غير فيزا، يعني على طول تركب طيارتك وتروح على البلد دي من غير اي رسوم او اوراق. والله زي ما بقول لك كده. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان ما يفوتكش كل التفاصيل. اول بلد معانا في فيديو النهارده وهي سيشل، مكونه من 115 جزيره. مش هكلمك بقى على المناظر الطبيعيه والجزر وجمالها، تعتبر من احلى الشواطئ اللي موجوده في افريقيا. تاني بلد وهي المالديفز. مين كان يصدق ان المالديفز من غير تأشيرة يا جماعة؟ دي تأشيرتها عند الوصول لمدة 3 شهور للمصريين. وعلى فكرة المالديفز مش كلها غالية زي ما احنا عارفين، فيها كل الفئات على حسب البادجت بتاعتك، ودي حاجة مميزة في المالديفز. ومن ارخص الجزر هناك جزيرة مافوشي، قريبة جدا من الخدمات، وكمان سعرها ممكن تقعد اسبوع بأقل من $1000. والحلو في المالديفز ان انت مش هتعاني هناك في الاكل، لان كل الاكل هناك حلال. تعتبر 99% من سكان المالديفز مسلمين. وثالث بلد معانا في فيديو النهارده وهي ماليزيا، ودي مفتوحه 3 شهور 90 يوم للمصريين برضه. عاصمتها كوالالمبور، ممكن تقعد فيها 3 ايام. ممكن تقضي لك يومين في جزيره لينكاوي. ودي من احلى المدن اللي ممكن تعمل فيها شوبينج، فيها معظم البراندات وباقل الاسعار هناك. رابع بلد معانا وهي اندونيسيا، تأشيرتها عند الوصول ومفتوحه شهر للمصريين. وتعتبر برضو اكبر دولة مسلمة، يعني هناك مش هتعاني في الاكل. ودي اللي فيها جزيرة بالي المشهورة بشهر العسل. وبرضه دي من غير رسوم، تدفع $35 أول ما توصل هناك. بس بلد معانا وهي هونج كونج، دي مفتوحة 90 يوم للمصريين. تعتبر أرخص دولة للإلكترونيات. وممكن تاخد من هناك عبارة وتروح على سادس دولة وهي ماكاو. دي تعتبر جزء من الصين، بيلقبوها بلاس فيجاس آسيا، مشهورة بالسهرات الليلية والكازينو. سابع دولة معانا وهي نيبال، ودي مشهورة بالهايكنج لأن فيها جبل إيفرست. يعني لو بتحب المغامرة وتسلق الجبال، أو حتى ما بتحبهاش، ده كفاية بس الفيو هناك والمناظر الطبيعية شكلها تحفة هناك. تامن بلد معانا وهي لاوس، ودي في جنوب شرق آسيا، شلالات بقى ومناظر طبيعية. ممكن تاخد من هناك باص وتطلع على 9 دولة وهي كمبوديا، مشهورة بالمعابد. 10 دولة معانا وهي لبنان. لبنان تعتبر أرخص تذكرة طيران من مصر لأن هي قريبة جدا، بس بشرط إنك يبقى معاك في المطار $2000. طبعا لبنان مشهورة بالشواطئ والمناظر الطبيعية والشلالات، وفي الشتاء بتقلب تلج. في الموسمين أحلى من بعض. الأردن، يعني البتراء وخليج العقبة والبحر الميت اللي مستحيل تغرق فيه، وده لأن نسبة الملح فيه عالية جدا بتخلي أي حاجة تطفو. تنزانيا، ودي موجودة في أفريقيا ومشهورة فيها جزيرة زنزبار الساحرة، تعتبر شبيهة للمالديفز ولكن ليها طابعها الخاص.
كينيا، ودي جنب تنزانيا. تأشيرتها اونلاين، مميزة بأقوى حياة برية، مشهورة جدا بالسفاري. لو بتحب جو السفاري والحيوانات الأليفة، حيوانات أليفة ايه؟ والحيوانات، فالبلد دي الأنسب ليك. مدغشقر، ودي في المحيط الهادي، مفتوحة 90 يوم للمصريين، وهتلاقي فيها حيوانات ومخلوقات نادرة مش هتشوفها غير هناك. سريلانكا، ودي تأشيرتها اونلاين، بتدفع عليها $35. الدولة مشهورة بمزارع الشاي والشلالات والمناظر الطبيعية. جورجيا، ودي بتدفع $20 اونلاين، بس دي محتاجة تصريح امني للمصريين قبل ما تروح. ارمينيا، ودي بتدفع عليها $6 اونلاين بس. ايران، طيبة الناس بقى والمناظر الطبيعية والشلالات هناك ما تتقارنش بأي بلد. وانا هضيف دولتين كمان هما بتأشيرة، بس تأشيرة سهلة جدا وبتتقبل بسرعة من السفارة. تايلاند، ودي تعتبر اسهل تأشيرة من السفارة، تقريبا ما بتترفضش، بتتقبل بسهولة، ودي مشهورة بالجزر والمية الفيروزية التحفة. من اشهر الجزر هناك جزيرة بوكيت، وجزيرة جيمس بوند اللي صور فيها فيلم هناك. عاصمتها بانكوك، ممكن تخطف يومين هنا ويومين هنا، وما تنساش تروح على جزيرة بيبي ايلاند. الهند، ودي تأشيرتها برضو من السفارة وبتتقبل بسهولة، وميزة الدولة ان هي رخيصة الى حد ما. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون فدتكم باحلى الدول اللي ممكن تسافرها من غير فيزا، ولو تعرف دول كمان من غير تاشيره للمصريين ما تنساش تكتبها تحت في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جاي قريب جدا، سلام.